بص طول بداية أصلا من الأول خالص كان المفروض إحنا بدأنا بعد الثورة بحوالي 3-4 شهور. كنا لسه ما كانش في حد خالص في الراديو غير مدام نهى كامل اللي هي مديرة الإذاعة وأنا، ما فيش حد موجود خالص. فكان طبعا حلم في الأول، يعني حلم بجد نفس الناس تطلع، وكان حلم نهى أكتر إن يبقى في راديو كبير وحاجات زي كده. وبجد ادتنا فرصه ان احنا نبدا نحط حاجات، يعني نعمل بروموهات، نحط شكل كده للراديو. بدانا فيها وانا كنت بجد على يقين ان الراديو ده في يوم من الايام بجد هيبقى ينجح. راديو بوص وطل من الراديوهات المحترفه جدا جدا جدا، اللي بتكون يعني اللي مفيش زيها في كل الامكانيات اللي موجوده عندها، واللي توازي في امكانياتها الامكانيات بتاعه الراديوهات الارضيه العاديه اللي في الموجه. يعني كل او معظم يعني كل تقريبا الناس اللي جات لنا من ضيوف اللي نورونا في بوص وطل انبهروا جدا بامكانيات بوص وطل، اللي هو ازاي راديو على الانترنت عنده الامكانيات دي وعنده التيم ده وبيفكر بالطريقه دي والاداره دي. فيعني راديو بوص وطل بشكل عام هو اقوى راديو انترنت. يعني ده السلوجان بتاع الراديو ده مش جاي من فراغ، جاي من انه اقوى راديو انترنت من كل حاجه، الامكانيات والمذيعين وكل الحاجات اللي بتخلي الشكل يطلع بالطريقه دي. راديو بوص وطل بيعمل حاجه عبقريه، يعني ما شفتهاش غير هنا حقيقي، مش علشان انا شغال في راديو بوص وطل بس. هي الفكره ان احنا بنحط للناس الدواء في العسل زي ما بيقولوا، يعني بنقعد بنضحك وبنهرج وبنفرح وبنتنطط وبنعمل كل حاجه في الدنيا، بس في الاخر انت بتخرج بمعلومه مهمه. في الاخر انت قبل البرنامج مش زي بعد البرنامج، لازم تكون اختلفت جدا، لازم تكون رؤيتك اختلفت. يعني بنلعب دلوقتي اغاني كوري علشان الناس مبسوطه جدا، بس في الاخر بنتكلم عن الثقافه الكوريه، وفي الوسط بنحط لهم حاجات عن الثقافه المصريه. لازم يكون في اسراء محتوى. من التقرير طبعا عارفين انها فقرتنا الثابته وهي عز الشباب اف ام. عايز اقول لكم النهارده يا جماعه على الزملاء اللي معانا وهم جايين لنا من راديو بوص وطل. مساء الخير، ازيكم يا زملاء؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هعرفكم عليهم وبعد كده نعرف اكتر عن البرامج اللي الراديو بيقدمها وعن الجمهور اللي هو بيستهدفه وعن الجديد كمان عنده. معايا خليل جمال وهو مقدم برنامج ساعه رصيف. ازيك يا خليل؟ ازيك يا عامل ايه يا زميل؟ تمام الحمد لله كله تمام. ومعايا كمان ماجد مراد وهو مقدم برنامج شارلستون. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس. معايا نهى وهي مقدمه برنامج زي ما انت سامع. عامل ايه؟ كويس. ومعانا كمان ساري عبد النعيم وهي مقدمه برنامج شمس. عبد المنعم وهي مقدمه شمس النهار وحلها واشحن بعدها. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ مين يكلمني على بدايه الراديو وفكره مين وكل حاجه؟ بص البنات راغين فهم يتكلموا بقى. يلا يا راغين. زي ما انت كده حصل في التقرير بالظبط، ان راديو بوص وطل المفروض ان هو بدا بعد الثوره بحاجات بسيطه جدا جدا، بدا باقل امكانيات ممكن تخطر في بالك، حتى ايفن تقنيات الاستوديو، بس هو كان هدفه واضح جدا وصريح ان هو عايز ينافس مش راديوهات الانترنت، لا هي كمان راديوهات الموجه، عايز يقدم مستوى وكواليتي معين في الخدمات الاذاعيه، يبقى مميز، يبقى حاجه بجد تقدر تنافس اي راديو موجه تاني، يبقى محقق انتشار مش بس مجرد راديو انترنت. الفكره كمان كلها ان هو ممكن يكون كان بادئ بحاجات بسيطه جدا، برامج بسيطه جدا، بس البرامج دي قدرت انها تعمل نسبه استماع وجمهور، يعني زي ما بيقولوا كده زي ايه مثلا؟ بدا بايه من الصفر. اول ما بدا الراديو ايه مشكله؟ اسمي عامل مشكله معاك صح؟ يا جماعه يا خليل سالي يا خليل، هو مننا زملاء يا جماعه، هنغلط يعني يا جماعه. انا مش فاهمه. بص هي كمان الفكره بادئه قبل الثوره بكتير، من 2006، يعني فكره ان يكون اصلا في راديو نعمله وكده، بس كنا عايزين ننقل الحاجات المكتوبه في الموقع بوص وطل نعملها حاجات مسموعه، بس قلنا ايه يعني لا في راديوهات تانية، يعني كانت تبقى مجرد بايتس كده بنقولها للناس، معلومات نقدمها للناس بدل ما هي مكتوبه نحطها بس ايه بشكل مسموع. بس لقينا في راديوهات تانية كتير بدات تبقى موجوده بشكل بروفيشنال اكتر، فقلنا لا لازم نواكب بقى الموضوع، فاجلنا شويه الفكره لحد 2010 اواخر 2010 كده، وبدانا بقى قلنا لازم نجيب ميكسر ونبدا نجيب الحاجات وبتاع، جت الثوره فاخرنا بقى شويه برضو، طلعنا بالظبط 5/2011 بالظبط. كان البدايه مسجله، كله مسجل، البدايه كانت مسجله طبعا، كان كله تسجيل وبس.
كانت اول حتى برامج الهوا اللي نزلت كانت زي ما انت سامع، وبعديها على طول شمس النهار وكان الفنكوش، بعد كده بتتذاع على طول على بالظبط، كانت اون اير، كان اول برنامج. حلو. انا عايز اروح بقى لخليل، قول لي يعني التكاليف كانت قد ايه بالظبط؟ يعني هي بتقول لي تكاليف كانوا لا بص، ان احنا بدانا الاول بباكج قليله، يعني زي ما قالت سالي ونهى ان احنا بدانا بحاجات قليله الاول، ميكسر صغير، مايك بس، سماعتين بس. ابتدينا اما ننزل بقى، نقلنا طبعا من الاستوديو الصغير للاستوديو الكبير. لا في امكانيات رهيبه يعني. انا مش عايز اقول الثمن اللي احنا وصلنا له، بس احنا وصلنا اللي احنا الراديو بتاعنا بامكانياته وصل لراديوات الموجه. يعني الامكانيات ممكن تكون الامكانيات جدا. يعني ماجد انا مش مهم، انا مش مشكلتي ان انا اصرف قد ايه، بس مهم ان انا هوصل ايه بالظبط. بالظبط كواليتي الصوت اللي بيطلع، بالظبط كواليتي الصوت اللي بيطلع، وكواليتي الماده كمان اللي بنقدمها دي مهم جدا. يعني احنا ما كناش في الاول عايزين نطلع حاجه لمجرد ان احنا نذيع اغاني زي بعض الراديوهات، لكن برضو يكون في ماده تقيله. احنا عندنا سن معين، لو احنا بنشوف على الفيسبوك كده. ما ده اللي انا كنت عايز اعرفه، هل كل اسره الراديو شباب؟ الراديو شباب، واللي بيسمعونا اكتر من 18 ل 24، بس ده مش معناه ان في ناس كبيره يعني كمان، مش ده سن مراهقه، لا ده في ناس كمان في ناس كبيره بتسمعنا. احنا في امهات بيكلمونا، في يعني ناس كبيره جد وجده بالظبط. فاحنا مغطيين اعمار كتيره، مش بس الكواليتي بتاع الصوت، كواليتي الماده كمان اللي بتتقدم. وده يعني واضح في تنوع البرامج اللي احنا بنقدمها. يعني في حاجات لايت جدا، في حاجات تقيله قوي. ايوه انا عايز بعرف التقيل جدا، ولا تعال نخش في البرامج. يلا نبدا بخليل. بتقدم ايه؟ ساعه رصيف. بقدم ساعه الرصيف والفنكوش. تعال نبدا بساعه رصيف. نبدا بساعه الرصيف الاول. هو برنامج تعليمي بس مش تقليدي. ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا بنشوف الناس كلها بتبقى نفسها تتعلم حاجه، زي مثلا المزيكا. انت بتعزف طبعا الله منك زميل حد كشفني، الزميل كشفني. يعني بنجيب مثلا حلمي بيعرف يعزف على آلة معينة، طب ليه حلمي ما يستخدمش الحاجه اللي بيحبها وبيعملها ان هو يعلم ناس ثانيه؟ حلو. فبناء على كده بنجيب في ساعه الا ربع او ساعه على الرصيف. حلمي بيدينا مفاتيح بس في البرنامج، انت ممكن تعلم الناس ايه وتعمل معاهم ايه. وبعد كده بنعمل ورشه حلمي بيبقى فيها عدد معين من الناس، حلمي بيعلم الناس دي كلها مجانا. كل ده اون اير على الانترنت؟ انا مش بعلم اون اير، انا بعلم يعني حي كده لايف قصادنا. لكن البرنامج هو اللي اون اير ساعه واحده. في يعني بدانا بورشه السيناريو، كانت مع السيناريست ريهام عثمان، بدانا السبت اللي فات. في عندنا برضو من اول يوم من اول شهر 3 عندنا ورشتين، ورشه اعداد وتقديم اذاعي مجانا بكل حاجه حتى مذيعين النشره. معانا كمان في ورشه صناعه سينما، من ممثل لمخرج لتصوير لحتى ديكور، كتابه سيناريو، مع ناس برضو تقيله قوي وليها باع كبير في الشغل. كل ده مجانا، وكل ده بحيث ان الناس ما تروحش تاخد كورس بره بفلوس قد كده. لا احنا بنقلل ده كله من غير ولا مليم. وبصوا طول يعني الناس مساعدانا في كده، ان هم مسيطرين. تعال نشوف فنكوش. لا الفنكوش ده اللي انت استحاله ما تحبوش. ليه؟ ده كده الفنكوش استحاله ما احبوش. هو ده الفنكوش ده انا وهو انتوا الاثنين بقدمه انا وماجد تقريبا من شهر 7 السنه اللي فاتت مستمر لغايه دلوقتي. ليه سلوجان الاساسي اللي هو وتفنكش الفنكوش متفنكشا، وليه سلوجان عادي لازم يتصل بينا يقول لنا الجمله دي، وتفنكش الفنكوش متفنكشا، يبدا بقى يقول لازم ويدخل على طول هوا يعني. لازم. والسلوجان الثانيه اللي هي الفنكوش استحاله ما تحبوش، دي بتطلع في الفاصل. بس الفنكوش هو الحاله اللي بتخلي الناس كلها تطلع من المود الكئيب اللي احنا عايشين فيه. يعني مش برنامج السهره اللي هو هتستنى هتسمع مثلا برامج حب، برامج اجتماعيه. لا برنامج انت يعني يعني انت لو سمعته اوعدك ان انت مش هتقوم هحبه. هتحبه. ده انت تعال نشوف شارلستون. شارلستون تجربه غريبه شويه. يمكن زي ما قلت لك ان احنا عندنا سن معين اللي بيسمع من 18 ل 24، دول يعني الاغلبيه او القاعده. ففي ناس ما تعرفش زمان مصر كانت عامله ازاي، ما تسمعش عن البوني ام مثلا، الفرق الاجنبيه، ما تسمعش عن اغاني السبعينات في اوروبا وامريكا، ما تعرفش الموضات. انا مسميه شارلستون لان انت عارف شارلستون او اللي ما يعرفش البنطلون صح؟ الموضات اللي كانت واسعه من تحت دي بنشوفها زمان في محمود ياسين، والناس كانت تلبسها زمان. طبعا كانت موضه في السبعينات يعني بالظبط. فهي الفكره في ان احنا بنقدم حاجه قديمه، بس بنعرف اللي بيسمعنا الدنيا كانت عامله ازاي زمان. نتكلم عن محلات زمان وسط البلد زمان، نتكلم عن المهن اللي انقرضت زمان، اللي هو كان بيلمع النحاس مثلا، الحنطور، الحاجات دي، الحاجات القديمه بقى. بنسمع حاجات قديمه اللي هي شارلستون يعني. شارلستون فعلا، مش بس اجنبي، كمان بنروح للحاجات المصري والعربي، الوطن العربي. بتبداوا تحيوا تاني بتتكلموا عنها في مود غريب كده بالليل من الساعه 11 ل1، فالناس بتعيش معاك كده في حاله ثانيه يعني.
نعرف بقى فولكلورنا ونعرف تاريخنا القديم من شارلستون. نهى زي ما انت سامع. قول لنا زي ما انت سامع. بالظبط زي ما انت سامع، زي ما قلت لك دي كان اول برنامج نزل على الهواء في راديو بص وطل. المفروض ان هو بدا بيتقدم من الحد للخميس، طبعا مش بقدمه انا لوحدي، بقدمه انا وثلاثه من اصحابي. البارتنر بتاعي المفروض ان هو فادي، وكمان في مروه بدوي، وفي كمان احمد المهدي. المفروض ان احنا بنطلع 3 ايام او انا بطلع 3 ايام، والمفروض ان البرنامج ده برنامج بيتي. عارف انت لما اقدم لك وجبه لذيذه جدا جدا اذاعيه، الناس كلها اللي بتعامل معاها بسنها بكل حاجه، بتعامل مع كل الناس ان انا قاعده معاهم في بيتهم. اوكي، بقدم لهم حتى ان هم بيشاركونا في الاعداد، يختاروا المواضيع، الاغاني، زي ما قلت لك كده كانك انت يعني انت بتخش البيت. لا، بقعد جواهم، بقعد معاهم جوه البيت، بتاكلي معاهم، عايشه معاهم تقريبا. بالظبط، عايشه معاهم، بتناقشي قضاياهم، مشاكلهم، كل حاجه، وهم كمان بيطلعوا يتكلموا. يعني انا مش هقول لك انا بتكلم في اجتماعيات او في مواضيع سياسيه، لا انا بتكلم في كل حاجه. انتوا اختاروا الموضوع وانا هتكلم معاكم فيه. احنا بنتكلم في كل حاجه ممكن تخطر في بالك، ده غير اللعب والتهييس بقى. حلو قوي، حلو قوي. تعالى نشوف سالي. شمس النهار بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا الاستباحه، على راي الاستباحه. الله، على راي الانسان ضعيف. البارتنر بتاعي مصطفى خضر، احنا زي ما انت سامع، هو بيتقدم كل يوم من الحد الخميس، بس يعني انا حد واربع انا ومصطفى خضر، واثنين وثلاث منى ومحجوب، ويوم الخميس محمد ولميا. برنامج متقسم على كاست مختلف، على كابلز كده. بس كلنا يعني ايه بنتناقش في طريقه التقديم، بنكون بحيث ما تروحش بالملل على المستمع على النهار، يغير كل يوم كذا يعني. حلو بالظبط. البرنامج احنا حريصين جدا انا ومصطفى خضر ان احنا لازم نقدم معلومه تفيد الناس جدا. يعني مش بس ان احنا طالعين نهزر ونضحك، لا، منوعين في معلومات بنقدمها، في هزار بنعمله، في فقره اسمها بالمشقلوب لو عرفتها. احنا بنعمل اغاني كده بنعكسها من الاخر للاول، والناس المفروض ان هي تعرف اسم الاغنيه. يعني بالمشقلوب؟ بالمشقلوب. يعني ايه ده بالمشقلوب؟ يعني هي كده. لا والله، يعني انا اكتر واحد بتبقى صعبه قوي دي. بتبقى صعبه جدا. انا بسلمهم عباقره فايزين وبيجوا معانا الحلقه اللي بعدها. فخفخينه نفس الحكايه برضه. فخفخينه شو. بص يعني الوجه الثاني للفنكوش، بس مع 2 محمد طعيمه وهاني عبد الناصر. زي سريع خليل. يعني بص، احنا بنقدم حد وثلاث وخميس الفنكوش، برضه حاجه لايت قوي وتضحك الناس قوي. فخفخينه مع هاني ومع هاني ومحمد طعيمه. بص يعني محمد طعيمه بيعرف هو وهاني يعملوا فعلا شغل يمكن احسن مننا كمان في الفنكوش. هما بيقدموا كاركترات اكتر، يعني هم عندهم كاركترات ثابته، يعني بيقلدوا اصوات، بيمثلوا كارلو. الفنكوش هو حاجه تانية، لان الفنكوش هو يعني قعده اصحاب. يعني عارف اللي هو اكننا مش هوا، احنا قاعدين في كواليس وبنتكلم، ممكن اضرب خليل على الهوا، خليل يضربني على الهوا، حاجات كده يعني. فهو قعده صحاب، حاجات لايف قوي يعني. الحمد لله، ده عز الشباب يا جماعه، مش الفنكوش. مش عايز اتضرب النهارده. انا عايزك تقدم معانا الفنكوش بقى، عايزك تبقى تيجي تقدم معانا. لا لازم ان شاء الله، لازم اكون معاكم ان شاء الله رب العالمين. عايز اشوف البرامج بتاعتكم، لان انا سمعت كمان مش دول البرامج بس، انتوا بتقدموا حوالي اكتر من برنامج، وبرامج كلها جميله. ماجد، عايز اعرف الجديد عندكم ايه بقى بالنسبه للاذاعه الرائعه دي؟ الجديد ان في احنا السيزون كل 3 اشهر بيتغير، فعندنا برامج جديده. عندنا كمان المختلف ان هنقدم افكار مختلفه شويه في الورش اللي احنا اتكلمنا عنها. الورش دي خطوه مهمه جدا لراديو بص وطل، انك تخرج من الراديو، موقع طبعا مسموع من بدري او معروف من بدري، موقع بص وطل يعتبر اول موقع اخباري على الانترنت قبل يمكن مواقع كتيره ظهرت. انك تخرج وتاخد ورشه اعداد سيناريو، او تاخد اعداد وتقديم، او كل الحاجات دي، تاخد شهاده من بص وطل. ده ممكن يأهلك في يوم من الايام انك تكون موجود في مكان محترم وليه اسمه. يعني كمان اقول لك على حاجه كمان، مذيعين كمان يعني سوري يعني، بس هي الفكره كلها ان احنا كده كل يوم في جديد، كل يوم في تناول مختلف، كل يوم في مواضيع جديده، ناس جديده، كل حاجه، وده بيدي روح مختلفه. رائع جدا، رائع، عجباني جدا روح حتى البرامج وروحكم انتوا مع بعض كزملاء جميله. يعني اسره مع بعضينا بس انت لازم تيجي بقى تطلع معانا. ان شاء الله عدد البرامج يكتر اكتر واكتر، تبقوا من ابرز البرامج على الانترنت. لا احنا بدون منازع. الروح بتاعتنا دي ربتها فينا استاذتنا ومديرتنا نهى كامل. يعني هي نفسها، يعني هي اكبر مننا بحاجه صغيره جدا. ماما نونه
هي كمان صاحبتنا، يعني هي ما تحسش ان هي مديره بتاعتنا خالص يعني. رائع جدا. لا هي صاحبتنا يعني حتى كلامنا الشخصي في كلام شخصي بينا، فالتعامل هي اللي خلقه الروح دي بينا كلنا. حلو جدا. عايز اقول حاجه ان فعلا هم مؤمنين جدا ان الناس عايزه تشتغل، وان الناس عندها موهبه وعندهم يعني بنطلب كارت صوت بيجي كارت صوت، بنطلب لابتوب بيجي لابتوب، بنطلب مكنه تصوير بيجي لكم اي حاجه. انا بس سريعا وقتنا خلص للاسف. ان شاء الله رب العالمين هتكونوا معانا وهنتابعكم اول باول. شكرا جدا خليل، ماجد، نهى، سالي، شكرا جدا ليكم. هنروح للفاصل ونرجع مع فنون الاسترخاء. استنونا.